عايزة تعملي اللحمة بطريقة شيك وطعم خيالي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوم جديد من تكات على قد الإيد مع هند. النهاردة بعيدا عن كل الطرق التقليدية للحمة هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا جدا، طعم خيالي، شكل شيك جدا. تابعيني لآخر الفيديو وهقولك ازاي. حطي اللايك يلا. هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. أنا جبت حلة كده، حطيت فيها معلقة سمنة بلدي كبيرة وهستنى لحد ما تسيح. وأول ما بتسيح كده دي حتة ليا بيضة كده كانت في وسط اللحمة، حطيتها هي الأول كمان تنزل الطعم وتنزل كمان السمنة اللي بتكون فيها. قلبتها على الوشين كده، ودلوقتي السمنة والحلة جاهزة إن أنا أصدم فيها اللحمة. لازم تكون سخنة جدا علشان اللحمة تتصدم وما يطلعش منها سوائل وتبقى زي الفل. كمان انا عايزة اديها لون محمر، لون يكون فيه حمران حلو كده. هوريهولك دلوقتي شكله عامل ازاي. اول ما احس ان هي اخدت لون من الشكل من الوش ده بقلبه الوش التاني. المهم ياخد لون زي ما انت شايفة كده. اي حتة شايفة ان هي ما اخدتش لون كويس بتستني عليها، اصبري عليها للاخر لما تاخدي نتيجة حلوة قوي. هنشيل كل اللحمه بقى من الحله. بصوا شكلها عامل ازاي بعد ما اخدت اللون التحفه ده. بس خدي بالك هي كده لسه نيه. هركنها على جنب وتعالي اقولك نعمل ايه في الحله. هنزود بس معلقه سمنه كمان، وكل البهاريز اللي طلعت من اللحمه دي هتلاقيها في قلب الحله. احنا قاصدين كده علشان تاخد نفس الطعم. معايا 4 بصلات كبار كده وقطعتها شرايح زي ما انت شايفه. هرش عليها شويه فلفل اسود وهسيبها تتدبل. هقلب فيها كده كام مره لحد ما احس ان هي ايه دبلت. بس بعد ما احط لها شويه فلفل اسمر يخلي ايه يخليها تبقى سهله في التتبيل معايا. بعد كده بحط قرن فلفل حراق كده. هو راخر حابه تقطعيه مفيش مشكله، بس هو كان القرن مولع، لو كنت قطعته كان هيولع الطبخه كلها وكانت هتترمي في وشي. قطع قوطه كبيره، هي شرايح بس شرايح كبيره. ورق لورا، حبهان. وتعالي بقى ايه نحط شويه بهارات كده. دي مش 7 بهارات، دي كبابه صيني مطحونه، حبهان مطحون، وكزبره مطحونه، وفلفل اسود. معايا كمان معلقه كبيره من الكاري، والكاري هنا بيدي طعم ولون خطير. الوصفه هنا واقفه على الكاري وواقفه كمان على البابريكا عشان يطلع معاكي الطعم مختلف جدا. اهم حاجه الاتنين دول الكاري والبابريكا، وكمان الكبابه صيني بيكون مطحونه والحبهان بيكون مطحون. بس انا حبيت كمان ازود، رحت حاطه شويه فصين 3 كده من الحبهان بطلعهم في الاخر. بعد ما برضو بياخدوا تشويحه حلوه كده بنزل بقى عليهم ايه اللحمه. قلبي بقى وخلي كله ياخد من طعم بعضه. خدي بالك انا ما حطيتش ملح. كده بقى جمال ما شفتيش في حياتك ولا هتشمي في حياتك ريحة بالجمال ده. المية اللي انت هتضيفيها هي مية سخنة. هنضيف بس كوبايتين مش اكتر من كوبايتين. احنا مش عايزين نعمل شوربة. احنا الكوبايتين اللي هنحطهم دول هما هيسوي اللحمة. هنركنها بقى على نار هادية بقى ونسيبها تعيش حياتها. معايا شوية شوربة كده وانا هوريكم بقى ايه حبة ملوخية عسل. حطيت الشوربه وحطيت عليها كيس ملوخيه انا كنت حاطاه في الفريزر، وهديله تقليبتين كده لحد ما افككهم من بعض. التقليبه دي حلوه يا جماعه. حلوه في ايه؟ بتدي للملوخيه عرق، بتخليها محافظه على لون الملوخيه. لان انتوا هتلاقوني بقلب فيها كتير بصراحه. انا ما كنتش اعرف الخطوه دي، بس انا سمعت عنها وعرفت ان الخطوه دي بتخلي الملوخيه ليها عرق وليها لون. ليه بقى في المطاعم بنقعد نتفرج عليهم نلاقيهم عمالين يطلعوا في الملوخيه ويقلبوا يمين وشمال وتطلع وتنزل عشان يخلوا الملوخيه تاخد عرق. يلا بينا نعمل الطشه بقى بتاعت الملوخيه. طاسه حلوه كده عليها معلقتين سمنه بلدي كبار كده من اللي قلبك يحبهم. زودي كده في السمنه. الطشه بقى هي اللي هتخلي طعم الملوخيه طبعا معروفه. هنستنى لحد ما السمنه تسيح كده، وانا هنا كنت محضره معلقه توم مفرومه كبيره عليها قرن فلفل حراق كبير وكنت ايه فرماهم مع بعض. هنزل عليهم بقى كده في قلب السمنه كده.
طبعا الخطوة دي بقى معروفة، هي دي الخطوة اللي تقلب البيت والشارع وتفرج عليك الجيران. يا سلام بقى على الريحة. التوم ريحته بتعلى اكتر على فكرة باضافة الفلفل. الفلفل بيخلي الريحة تقوى اكتر واكتر، وخصوصا لما يكون حراق. يا سلام، تحسي ان الريحة بتخش في النغشيش. واقلب بقى كله كده لحد ما تاخد اللون الاصفر الحلو، وهنطشها في الطشة. ايه ده، هنطشها في الملوخية. بصوا بقى الجمال. تعالوا بقى نجيب بقى الملوخية قدامكم عشان تشوفوها وانا بطش عليها الطشة اهي. الملوخية خضرا يا جماعة، مش زي ما الكاميرا عاملاها كده. وادي الطشة، حلو كده، جميل كده. ما تسيبيش حاجة في الطاسة بقى، انتي لحسيها كلها. وده كان شكل الملوخية. تعالوا بقى نرجع نشوف اللحمة عملت ايه. الله بقى، اللحمة هنا بقى المية اتقصرت منها، ودلوقتي انا بحط الملح لان هي كده خلاص استوت. هي كده بقت زي الزبدة، مستوية كويس جدا، لان انا عندي بيحبوا اللحمة بالذات تكون مستوية قوي. بصوا جمالها وبصوا لونها، روعة. تعالوا احطها لكم في حاجة اوضح كمان تشوفوها. بصوا جمال اللحمة خطير، طعم حلو قوي. وممكن تتعمل في طاجن، ممكن تتعمل في صينية يكون شكلها حلو كده وتتقدم في وسط السفرة، بتبقى روعة. شكلها حلو ومتحمرة واخدة لون حلو، طريقتها حلوة جدا، ريحتها والصوص بتاعها ده تحفة. الصوص بتاعها مقدرش اوصفلك على طعمه ولا على جماله. الكاري والبابريكا عاملين شغل جامد قوي. ده كان شكلها في النهاية. قرن الفلفل هنا كان مديها حرقية شوية، انا بصراحة شلته رميته. عملنا شوية رز كده برضو، نحط جنبه كده شريحة من اللحمة. اظن الطبق ده كده مش مفهوش كلام. تعالى اقولك بقى اللحمة دايبة ازاي. هي سخنة جدا في ايدي على فكرة. بصوا، مش مستحملة حتى امسكها بايديا. ودي طريقة حلوة جدا للحمة لو محتارة انك تعمليه فيها ايه، او عايزة طريقة مختلفة الولاد يحبوا يستطعموها. الطريقة دي هيخلي الولاد يقولولك اعمليها في كل مرة. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، اتمنى يا رب كده تكونوا استفدتوا وخدتوا اي معلومة حلوة مني. ودي كمان الملوخية وجمالها. وادي اللحمة. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، اسيبكم في رعاية الله. اوعي تنسي الاشتراك، وعشان يوصلك مني كل جديد لازم تفعلي الجرس. حطي اللايك، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.